الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة في هذه المسائل. معرفة الله تكون بذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. معرفة الله بألوهيته هذا الأول، ويدخل في هذا أنواع التوحيد الثلاثة. معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا إليه، فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضروري، لأنك إذا لم تعرف النبي فكيف تتبعه؟ فتعرف هذا النبي بعلامات النبوة تشهد له بها. الثالثة معرفة دين الإسلام بالأدلة لا بالتقليد، وإنما بالأدلة من الكتاب والسنة، الأدلة الواردة في الكتاب والسنة.